واش باقي كتفكروا شنو توجدوا الغدا؟ جبت لكم وصفه صيفيه خفيفه لذيذه سريعه وجد اقتصاديه، كتعجب الكبير والصغير. تقدروا توجدوها الغدا او للعشاء. اول حاجه كنبداو بها هي كنقليو البطاطا من بعد ما قطعناها مكعبات صغيره، اولا نقدروا ندخلوها للفران. ونفس الشيء كنعملوا الباذنجان، نقطعوه مكعبات صغيره ونقليوه في نفس الزيت اللي قلينا فيه البطاطا. كنخليو الباذنجان والبطاطا كيتصفاو في واحد البلاطو اللي فرشنا الورق المطبخ، وندوزو في نفس المقله كنخويو منها واحد شويه ديال الزيت، وكنضيفو واحد المعلقه ديال الزبده. كنزيد عليها صدا ديال الدجاج اللي مقطع قطع اللي صغيره، ونزيد عليه التوابل: الكركم، ابزار، ملحه، سكينجبير، والملحه بطبيعه الحال على حساب الذوق، وشويه ديال الكركم. نزيد عليهم القزبره والثومه، نقليهم مزيان، ومن بعد ما كيتقلاو كنزيد عليهم الدرنجال اللي سبق لي وقليته في الزيت. نخلطوا المكونات كامله مزيان مع بعضياتها، ونزيد عليهم معلقه كبيره ديال الدقيق باش نوجدوا البيشاميل. في هذه الخلطه هذه غادي نوجدوا البيشاميل والدجاج، كلشي غادي نعملوه في خلطه واحده بلا ما نقويو علينا في كثره الاواني. كنستمر في التخلاط، ومن بعد كنضيف 2 كيسان ديال الحليب كيف ما كتلاحظوا معايا. 2 كيسان، الكيسان ديما كنعبروه بالكاس ديال العنبه. نخلطوا المكونات كامله مزيان مع بعضياتها حتى كنتحصلوا على صوص بيشاميل مع الدجاج، واحد الخلطه اللي كتجي رهيبه غزاله رائعه مع الباذنجان، ما كنحسوش بالمذاق ديالو. كناخذوا واحد المول اللي غادي ندخلو الفران، كنعملوا طبقه اولى ديال البطاطا اللي سبق لي وقليت معكم. من بعد كنعملوا الخلطه ديال الدجاج الباذنجان والصوص بيشاميل، نعملوا الجبن وندخلوها للفران حتى كيتغطينا الجبن، ونخرجوها بالصحه والراحه. كنتمنى لكم شهيه طيبه، خليتكم في امان الله، والى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.